السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد من قناة فيكسها حلها. دلوقتي هنشرح أهم وأسهل 3 طرق تعمل بيهم سكرين ريكورد وكلهم مجانيين من خلال اللابتوب. أول حاجة نستخدم سنايبنج تول، تعمل ويندوز شيفت ار. عندك اوبشنين انك تعمل سكرين شوت يا اما تعملها فيديو. ده ميزته انك بتعمل الديسكتوب كله، بس المشكلة الوحيدة ان انت متعرفش تتحكم في الصوت والحاجات دي، بس كده هو ده اسهلهم وابسط يعني ابسط حاجة تقريبا. تاني حاجة معانا هو برنامج اكس بوكس جيم بار. هو كويس جدا للألعاب، لكن ما يفضلش انك تستخدمه في المجال التعليمي او الشرح او الحاجات دي او الديسكتوب عموما، فلا ما يفضلش كده. هو شغال اصلا الالعاب والحاجات دي يكون كويس معاك جدا. من خلال انك بتدوس ويندوز جي يظهر لك انت تختار اللعبة والحاجات دي كلها. مثلا دلوقتي انا هختار اهو اللعبة اللي انا شغال عليها دي، هفتحها تجيب اللعبة بقى. كنت تدوس تاني ويندوز جي، تدوس مثلا هنا عند زرار البرفورمانس يظهر لك الاف بي اس والسي بي يو والكلام ده كله، وتدوس على الكابتشر يظهر لك الكاميرا. بعد كده تدوس على زر ريكورد يظهر لك بقى انك تعمل ميوت او تفتح المايك او لا. الاوبشن ليك انت يعني. ده برضو كويس بس مفضل للالعاب بس. دلوقتي وصلنا لتالت حاجه وهي افضل حاجه، وهو الاو بي اس. انت عندك 3 اوبشن: الستريمينج والريكوردينج، ولو انت عايز تعمل الكاميرا وخلاص. افضل حاجه انت تستخدم كده دلوقتي انا هستخدم الريكوردينج عادي. لو استخدم الستريمينج تبقى تختار اول واحده، الريكوردينج يبقى تاني واحده، هتعمل نيكست. هنا بيختارك بيقول لك انت الشاشه اللي هو الديسبلاي بتاعه بيبقى المقاس بتاعه يبقى ازاي. هنا بيقول لك نظام الاف بي اس نفسه يبقى ايه. لو انت مثلا تشتغل محتوى تعليمي او حاجات شرح يبقى 30 اف بي اس، لكن محتوى جيمنج والحاجات دي فيفضل يعني تبقى 60 اف بي اس. انا سيبها عاديه زي ما هي. بعد كده تعمل ابلاي سيتنج كده خلاص. عندك هنا بقى 4 حاجات اللي هي السين والسورسز والاوديو بتاع الصوت والكنترول. لما تيجي تبدا تعمل ستارت وريكورد واند ريكورد. سورسز دي انت بتدخل فيها كل حاجه، يعني دي من اهم حاجه. السين نبدا اول حاجه بالسين. السين دي هي اصلا يعتبر هي ايه اللي بنسجل منها الشاشه، هي دي يعتبر الاساس. نسميها سكرين ريكورد. بعد كده عندك السورسز دي بقى اللي بتضيف. انا عندي كده انا شغال من اللاب، فظهر لي ديسكتوب اوديو اللي هو بتاع الجهاز نفسه. ده لو انت عايز تفصل صوت الجهاز تدوس على دي، وانت كده تبقى تفصل الصوت بتاع الجهاز. عندك بتاع المايك هنا، ده بقى صوت المايك بتاع اللابتوب. انت لو عايز تضيفه، انا كده ظاهر عندي من مضاف، عايز تضيفه بتدوس هنا على اوديو انبوت كابتشر دي، بعد كده تدوس اوك. بس كده كان اصلا ظاهر عندي، فانا مش محتاج مش محتاج اضيفه. نفس الكلام برضو لو انت اهم حاجه فيهم كلهم طبعا اللي هي ديسبلاي كابتشر دي، اللي بتجيب السكرين نفسها. تختار هنا الشاشه عشان في ناس عندها ممكن كذا مونيتور. وعندك هنا الكابتشر هنا بتاع دي الجزء ده بتاع الماوس، او لو عملت كده الماوس بيتشال، لو تدوس عليها تاني الماوس يبقى ظاهر. تاني حاجة معانا برضو وهي مهمة جدا اللي هو الجزء بتاع الويندو كابتشر. ده بيجيب لك جزء معين من الشاشة بس ما يجيبلكش الديسكتوب. ده لو انت عايز بقى تجيب حاجة مخصصة ليك انت، مثلا تشغل زوم بقى، حاجة ليها علاقة بالتعليم برضو، حاجة يعني تبقى مخصصة اكتر. الديسكتوب بيجيب لك كل حاجة بقى انت عايزها، فانت لو عايز تخليها في خصوصية شوية استخدم بقى الويندو كابتشر. انا مثلا دلوقتي مشغل الريكورد بالتول بار، فاختار اوبشن ريكورد تو بار. عندك برضو الاوبشن بتاع اللي هو الجيم برضو جيم كابتشر. ده لو انت عايز بقى تجيب مثلا فاتح لعبة بس مش فاتح العاب يعني دلوقتي، بيجيلك بقى اوبشن تختار بقى مودات بقى والنظام ده لو انت متعمق اكتر بانك هتعمل ستريم اسمه ريكورد جيمنج والحاجات دي. وده كده شرح مبسط ومختصر للاو بي اس ستوديو. ولو محتاجين شرح بالتفصيل اكتر للاو بي اس اكتبوا لي في الكومنتات برضو. واتمنى الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله. متنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ومع السلامة.